بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم. عندنا جوج المواضيع غنتكلموا عليها في هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله. عندنا المغرب جاتو واحد الخبزة ما شافوها عينين ما عجنوها يدين. وعندنا الموضوع الثاني هو كنشكروا جلالة الملك محمد السادس الله يشافيه ويعافيه على القرار ديال المدرب المنتخب المغربي على قطع الطريق على الشناقة. هذه العبارة غنبداو على بركة الله. قلنا المغرب الحمد لله جات واحد الخبزة ما شافوها عيني ما عجنوها يدين، ألا وهو البترول. البترول جا عند المغرب واجد. هنا في كاينه الحكمة. هنا علاش كنقولوا بأن علاش حنا كنبغيو الملك ديالنا ضمن الاستقرار. شوف الاستقرار والامن شنو جاب لنا؟ جاب لنا الخيرات. دول الخليج كلشي دابا غادي يحط البترول ديالو، غادي يخزن البترول ديالو في المغرب. وطبعا المغرب راه عنده واحد الارباح، عنده واحد النسبه. المغرب عنده واحد النسبه، وهذيك النسبه راها خيرات، لان البترول ديال الخارج كله غيجي، ديال الخليج كله غيجي للمغرب، كله غيتحط في المغرب، وغيولي اللي بغى يتسوق البترول غيجي يتقدى البترول من المغرب. هنا فاش كنقولوا خبزه ما شافوها عينين ما عجنوها يدين. الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمه الاستقرار والامن اللي موفر لنا جلاله الملك الله ينصره والله يشافيه ويعافيه. الحمد لله. ورغم الحاسدين ما غينعسوش، عرفتي، ما غينعسوش، لان غيصبح المغرب بلد البترول. النظام الجزائري ما غاديش ينعس، وعاد كاينه اخبار رسميه بتقسيم الجزائر. كاينه اخبار رسميه بتقسيم الجزائر، لان المغرب غياخذ الصحراء الشرقيه ديالو، مالي غتاخذ الارض ديالها، ليبيا غتاخذ الارض ديالها، تونس غتاخذ الارض ديالها. المغرب سيصبح عفوا الجزائر سيصبح دويلة صغيرة، كما قال تبون على الإمارات واحد دويلة. هذيك دويلة راه هي اللي ديك الفهد اللي كتركب عليه، ديك الدبابة ديال الفهد اللي كتركب عليها راه من الصنع ديال الإمارات اللي كتركب عليها، اللي كتصنع اللي عندك في الجزائر راه من ديك الدويلة. ولكن قال لك ما كيحشمش الحشام، كيحشم المهم ما كيحشمش هذاك اللي كيقول الهضره خايبه، تيحشم. ما بغيتش نقولها في الفيديو لانها معروفه، مقوله العالم العربي كله كيعرفها. قال لك ما كيحشمش الموسخ، اللي موسخ ما تيحشمش، تيحشم هذاك اللي يبارك معاه، اللي يبارك قدامه. اذا غتقول لي كيفاش المغرب غيصبح دوله ديال البترول، وكيفاش وعلاش؟ واش هاد الحرب غتبقى ديما؟ والحرب غتسالي صافي، واخا تسالي الحرب، لان المغرب بلد امين. وهذوك الناس هذوك الخليج كلهم دابا صبحوا وضعوا الثقه ديالهم في المغرب وثيقي في المغرب. والمغرب
ومن هذه القضيه، هذه الحرب هذه، من هذه القضيه هذه ديال الخليجيين غيخزنوا البترول ديالهم في المغرب، غيصبحوا حتى الشركات كيتهطلوا على المغرب. الشركات والمصانع غيوليو يتهطلوا على المغرب لان بلد الامن والاستقرار. شوف دابا الامن والاستقرار شنو كيجيب، شنو جاب الكامل. راه الاستقرار، راه البلد اللي ما فيهاش استقرار راه ما بلاد ما والو. واحد كيخرج من الدار كيمشي للقهوه، واش يرجع ولا ما يرجعش؟ الحمد لله حنا المغرب لا، مع ذلك قلت لك سيدي ربي، حنا في المغرب مع ذلك جا العمر ديالك، الا خرجتي للزنقه وجا العمر ديالك وما رجعتيش راه كيتسمى الاجل ديالك فوا. اما باش يقتلك شي واحد ولا باش يضرب شي واحد او لا، ابدا. الحمد لله، اللهم لك الحمد على هذه النعمه. وهاد القضيه ديال الخليجيين اللي غيخزنوا البترول ديالهم في المغرب، راه المغرب غيدي واحد النسبه، ونقولوا حنا باقي ما ديك النسبه باقا ما محدوداش، باقا ما محداش، ولكن ملي غتحد غنعرفوا. وهذاك الشيء اللي غيتحد راه الخيرات، قولوا 5% ولا 7% ولا 10%، على حسب هما باش غيتفقوا. غير هذاك الشيء كافيين ومعدينا، وبارك علينا حنا غير الدول كلهم يجيو يتقدموا المغرب، العالم غيجي يتقدم المغرب. هذاك الشيء اللي بارك علينا حنا. المرصد ديالنا ديما غيكونوا عامرين وعليهم الزحام، وليد العامله غتكثر، غتولي العامله. هادشي راه ماشي سهل، انت كيبان لك عا المخزون ديال البترول غيتحط في المغرب وصافي، راه عتابعه ليد العامله، راه غتولي واحد ليد العامله مطلوبه بزاف، كلشي غيولي خدام. هادشي راه ماشي سهل، هذا ماشي سهل. غنرجعوا للمنتخب المغربي. غادي نرجعوا لجلالة الملك. الخطوة اللي دار جلالة الملك وهو قطع الطريق على الشفارة وعلى الشناقة، لأن هاد الناس هادو كيسحب لهم. راه حنا نسينا ديال الزاكي، حنا ما نسيناش ديال الزاكي، حنا الزاكي ما نسيناش ديك الصابونه اللي كانوا داروا الزاكي. هما علاش كيبغيو المدرب اجنبي؟ دابا كانوا بغاو يجيبوا واحد المدرب من الارجنتين، خورخي سامباولي عفوا، خورخي سامباولي. هذاك المدرب علم الله شحال كانوا دايرين معاه. هما شنو كيديروا؟ كيجيو مدرب اجنبي، كيتفقوا معاه مثلا ب 300 المليون، هو كياخذ على 60 او لا او 100، والباقي كيقسموها بيناتهم. هما يوم يجيبوا في المدربين الاجنبيين عمرهم ما حقوا شي حاجه، ما عمرهم حقوش. في 86 مع فار مهدي فاريا وصلوا للثمن في كاس العالم. حنا اللي حقوه لنا المدربين وطنيا، ما عمرو حقوا لنا شي مدرب اجنبي. واش هاد الناس نساو التاريخ ولا بغا يردونا اللور؟ بغا يردونا اللور. حنا كنبغيو المدربين يكونوا وطنيين، باش كيكون عندهم واحد الحرقه على الوطن ديالهم. تجيب لنا مدرب اجنبي تعطيه الغرق ديال الفلوس ويديهم البلاد ديالو يستثمروا البلاد ديالو وما كاين حتى شي نتيجه. علاش؟ النتيجه عندكم نتوما لان غتقسموا معاه، كديروا معاه اللعبه في الجعبه، وانتم يسحب لكم. حنا ديال الزاكي نسيناها ولا؟ حنا ما نسيناش ديال الزاكي. حنا الزاكي عمرنا ما نسينا ديك الصابونه درتو الزاكي كيعطيوها 18 مليون 17 المليون، قالوا له صنع على 260. قال لهم انا كنشد 17 نصنع على 17 صافي. هي باش داروا له الصابونه حقا ما حقا وكركبوه وجابوا مدرب اخر وداروا معاه. يوم يجيو المدربين، وحنا اللي صدق لينا هما المدربين الوطنيين. ودابا كنشكروا جلاله الملك على على قطع الطريق على الشناقه.
والمفسدين. يعني المدربين ديالنا كيخنقوهم لان ما كيتفقوش معاهم، لان وطني ما يمكنش يتفق على الوطن ديالو على شي حاجه ما كايناش. داكشي علاش هما كيحمقوا على المدربين الاجنبيين. راهم ماشي حبا، ماشي لاجل الكره، ماشي لاجل باش يحقق لهم شي حاجه، كاع لا يحقق. هما المدرب الاجنبي تيربحوا معاه، كيديروا معاه مثلا 300 مليون، كيسني على 300 وكياخذ 100 ولا 90 ولا 80 على من الله شكا، والبقيه كيفرقوها بيناتهم هما. اياه سي، شوف رزقنا فين كيمشي. ولكن عاش الملك صراحه، والله العظيم الى الضربه القاضيه لهاد الشناقه، على هاد المفسدين، الى الضربه القاضيه. حنا هادشي ديال الزكي غنبقى نعاودوها لولادنا باش يسحبكم. راه حنا هاد الشباب راه ما عاقلش، دابا بغا تضحكوا على هاد الشباب هذا اللي ما عاقلش. حنا باقي كاينين عاقلين وغادي نعاودوها لولادنا ولولاد ولاد ولادنا. داكشي اللي درتو الزكي راه ما يتنساش، غيبقى في التاريخ. وما عمركم غتفكروا بغا تجيبوا شي مدرب اجنبي بلا ما دعيوا الراس ديالكم. المدرب يكون مغربي وطني. وعاشت المملكة المغربية الشريفة ولا عاش من خانها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.